الف مبروك كابتن احمد. الله يبارك فيك. ردا على كل المتشككين في عودتك مره اخرى النادي الاهلي، رابع مباراه برابع هدف في توقيت حرج جدا، رايك ايه في الموضوع ده؟ والله انا ما بردش على حد، انا راجع بيتي، ويمكن كلامي كان مع كابتن طارق سليم وكابتن حسن حمدي وكده لما رجعت، ان انا ما بركزش على الناس بتقول ايه او بيقولوا ايه. انا اللي عليا ان انا بنزل الملعب وبعمل اللي عليا، وانا ابن النادي الاهلي ورجعت بيتي. انا ما كنتش عارف هم عملوا ضجه كبيره جدا ان انا رجعت النادي الاهلي ليه، وان انت مش على قد المسؤوليه ان انت تلعب في النادي الاهلي وكده. لكن انا بقول يعني الحمد لله، يمكن ربنا بيوفقني عشان بس يعني يمكن رضا والدتي عليا ووالدي، والحمد لله والناس جمهور النادي الاهلي اللي انا بحبه، وان انا اصلا اهلاوي يعني من غير ما حتى العب في النادي الاهلي. انا فعلا بحب النادي الاهلي واهلاوي، ف يعني بقول مش الاربع تجوان هم اللي خلوني ان انا ابقى في حاجه كويسه. انا بنزل الملعب وبعمل اللي عليا وبحاول اقاتل زي زملائي، وعشان لينا هدف كبير اللي هو الدوري العام. لان لما الدوري بيجي ما بيقولوش احمد صلاح اللي جاب الدوري او احمد بلال اللي جاب الدوري او عصام الحضري اللي جاب الدوري، بيقولوا النادي الاهلي اللي جاب الدوري، واحنا متعودين على كده والنادي الاهلي علمنا كده. ويعني انت بتقول كابتن عصام طبعا هو انضم لينا نجم النادي الاهلي وحارس مرماه النهارده. عصام، هل كان في خطوره تذكر على مرماه؟ بالتالي اول حاجه الحمد لله والشكر ان احنا قدرنا نكسب، لان 3 بونت طبعا مشوار، بالتالي المشوار صعب ولسه الدوري موجود في الملعب. قلنا ان احنا نكسب ونسعد جماهير النادي الاهلي، وبشكر اللعيبه طبعا والجهاز الفني، لان احنا بالتالي الفتره اللي فاتت تعبنا خالص، عندنا معسكرات على طول. الحمد لله ربنا يمكن بيدينا على قد ما بنتعب. كابتن عصام، نقول ايه الكابتن احمد صلاح؟ والله انا واحد بقول له انا اول ساعه طبعا كاني الان اللي جبت الهدف، لان احمد بيقعد معايا في الغرفه، والحمد لله كاني بالظبط زي لو انا صد الكوره، بالتالي هو كان هو اللي صد الكوره. بس انا اعتبر مش هقول الهدف باسم احمد صلاح حسني، الهدف باسم عصام الحضري، لان انا كنت قاعد معاه امبارح في الاوضه وبقول له ان انت هتجيب هدف ان شاء الله. احمد، نقول ايه برضه كابتن؟ لا انا مش محتاج اتكلم كتير على عصام، يمكن عصام مميز جدا وربنا يكرمه، يعني انا مش عايز احسده، يعني عصام احسن من في مصر حاليا، وهو فعلا صمام الامان لينا، وانا فعلا ببقى مطمن جدا وهو في الجون، وببقى مطمن جدا لما بنقعد مع بعض. احنا على طول في الاوضه بنقعد مع بعض، وعصام يعني حبيبي من زمان، واحنا في المنتخب كنا برضه مع بعض في الاوضه، فيمكن دي مش حاجه جديده، ويمكن ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد الدوري ونفرح جمهور النادي الاهلي ونستمر على كده ان شاء الله. والف مبروك مره ثانيه. أعزائي المشاهدين، نعود مره اخرى الى استاد النيل مع زميلة نهى جعفر والكابتن عبد العزيز عبد الشافي.